العالم مليء بالقصص. نحكي القصص لنفسر المجهول، نحكي القصص لنخيف أنفسنا. بعض القصص تدور حول الوحوش. الغيلان وحوش من قصصنا. الغيلان مخلوقات الليل، تختبئ في الظلال، تتربص في المقابر والأماكن المنسية. توجد الغيلان في العديد من الثقافات. إنها ليست دائما متشابهة، لكنها دائما مخيفة. الغيلان تذكير بمخاوفنا، تخبرنا عن الظلام بداخلنا. الغيلان دي حذير تذكرتي إن متزخسي بين باف الظلام. تبدو الغيلان مختلفة في ثقافات مختلفة. بعض الغيلان تشبه الجثث المتحللة، جلودهم متعفنة، عيونهم تتوهج بضوء غريب. هذه الغيلان مرعبة للنظر. يمكن للغيلان الأخرى تغيير شكلها، قد تبدو مثل الحيوانات أو حتى البشر. هذه الغيلان مخادعة، يستخدمون تمويههم لإغراء الضحايا المطمئنين. بغض النظر عن مظهرها، فإن الغيلان قوية، هم سريعون. ماذا تريد الغيلان؟ إنهم دائما جائعين، لكنهم لا يجوعون للطعام مثلنا. الغيلان تتوق إلى لحم البشر، يتغذون على الموتى. بعض الغيلان تصطاد الأحياء أيضا، قد يهاجمون المسافرين الوحيدين، قد يخطفون الأطفال من أسرتهم. فكرة جوع الغول تخيف الناس. الغيلان أكلة فوضوية، يخلفون وراءهم مشهدا مروعا. هذا يجعل الناس أكثر خوفا. لا بنتي لديوي تسبنجكو وجبة الغول التالية. القسم الرابع، مخاوف قديمة، حكايات باقية، أصول الغول. الغول وحش عجوز. تم العثور على قصص عن الغيلان في جميع أنحاء العالم. هم جزء من الفولكلور القديم. هذا يخبرنا أن الناس كانوا دائما يخشون الغيلان. من أين أتى الغول؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين. يقول البعض أن الغيلان هي أرواح الموتى المضطربين. يقول آخرون أنهم شياطين من عالم مظلم. الحقيقة ضاعت بمرور الوقت، لكن الخوف من الغيلان باق. لا تزال القصص تروى. إنهم يذكروننا بالظلام الذي يختبئ في العالم. القسم الخامس، همسات من القبر، تقاليد الغيلان الأوروبية. في أوروبا غالبا ما ترتبط الغيلان بالمقابر. يحفرون القبور ليتغذوا على الموتى. كان الناس يخشون أن تسرق الغيلان جثث أحبائهم. غالبا ما توصف الغيلان الأوروبية بأنها قوية وسريعة. لديهم مخالب وأسنان حادة. من الصعب قتل هذه الغيلان. تقول بعض القصص أنه لا يمكن إيذاءهم إلا بالنار أو السحر. غالبا ما كانت قصص الغيلان الأوروبية بمثابة تحذيرات. لقد ذكروا الناس باحترام الموتى وتوخي الحذر في المقابر ليلا. القسم السادس، دروس من الظلام، الرسالة الأخلاقية للغول. قصص الغول مخيفة، لكن لديهم أيضا غرضا. يعلموننا دروسا عن العالم، يحذرون من المخاطر. الغيلان تعلمنا أن نكون حذرين. يذكروننا أن العالم يمكن أن يكون مكانا مظلما وخطيرا. يخبروننا أن نحذر من الغرباء. تعلمنا الغيلان أيضا عن أنفسنا. إنهم يظهرون لنا الظلام الموجود داخل جميع البشر. يذكرون بالتحكم في دوافعنا المظلمة. يجب أن نسعى جاهدين لنكون أفضل من الوحوش في قصصنا.